شو استاذ ممدوح؟ ما بدنا نبلش؟ صارت الساعة 9. ما بنقدر نبلش ليجي العضو الرابع رياض. هيك اوامر المدير العام. ومنين هذا كمان رياض احمد؟ بتعرفوه شيء؟ سمعت اني هو من فرع دمشق. الله لا يوجه له الخير. لك شو بك خايف؟ كأنك فايت على فحص الجامعة. هذا أهم من فحص الجامعة. شهادة الجامعة أخذناها ما استفدنا منها شيء، هذا الفحص رح يوظفني. إيه. أنا مأمن حالي ناجح قبل ما فوت لجوا. هيك واسطتي قالت لي. إذا بدي أدخل بالواسطة ما بدي الوظيفة. معناته لا تنتظر ولا توقف ولا تضيع وقتك واحمل حالك وروح على البيت. أشرف لك. يا حي بس أنا قلبي قايل لي إنه أنت اللي رح ترجع بيتكم وأنا إن شاء الله رح أتوظف. إيه. المي بتكذب الغطاس، وكما يقال يكرم المرء في الامتحان أو يهان. لوين لجنة ممنوع الدخول. انا باللجنة. رئيس اللجنة مانعني ما دخل حدا ومين ما كان يكون حتى لو المدير العام. انا اللجنة. شو؟ عضو باللجنة. لجنة. لا حول الله. يلا احمد. دقيقة شوي. في واحد عم يقول معكم باللجنة هذا. طلع شو بدك تزعل عليك انا صلاتي. انا يلا بس إيه الحمد لله على السلامة. الله بس اقول لك ما طلع انه انا مع لجنة. خلص صدقنا. تاخرت يا استاذ رياض. شو بدك مواصلات يعني ماك شيء. اخذنا برا لجنة ما بعرفك على اعضاء اللجنة. انا ممدوح نائب المدير العام ورئيس اللجنة. شرف. لا أمين. لا سعيد. ولا قالوا سالم. حضرتك بالمديرية مو هيك؟ بس انا من عمصنا قالوا لي تفضل استريح. تفضل استريح. شفتهم خلينا نلحق. شفنا خلص صدقنا. ساعة معلش خلينا للمتسابق الاول. يلا صوت لنا المتسابق الأول بسرعة. ايوه وين؟ تفضل. شرف حبيبي يلا يا حبيبي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قتو. شو اسمك يا ابني؟ صبري درويش. وشو معنات صبري؟ صبري جاي من الصبر، والصبر هو نبات مر الطعمة، والصبر هو التحمل على الشدايد والمصايب. عظيم. ومين اشتهر بالتاريخ بهالاسم؟ أيوب، لهيك بيقولوا صبر أيوب. عرفتها هي اغنيه بيغنيها فؤاد غازي. صبرت عليك يا المحبوب. شلونك يا صبري بالتاريخ؟ ماشي الحال. هات لأشوف. إمتى قامت الثورة الفرنسية؟ بسرعة. 1879. غلط. 1789. أنا بقى بدي أسألك سؤالين ذكيين. تلت الثلاثة قديش؟ 1 طيب تلت التلتين قديش؟ 2. غلط. تلت التلتين 9. تفضل استاذ اذا بدك تسال شيء. لا انا بكتفي بالقيمه اللي حضرتك تفضل يا ابني. خلاص بتقرا اسمك على لوحه الاعلانات. يعطيكم العافية. لا شو نك شو سألوا؟ أسئلة عامة ما في شيء معين. يعني صعب الأسئلة؟ مو من موضوع صعبة ولا سهلة، بس ما لها علاقة بالوظيفة اللي جاي نقدم عليها. دور مين؟ حضرتي. شرف. مبروك سلام. تفضل. فاضل إبراهيم. تفضل. مرحبا عمو. اهلا عمو اهلا وسهلا. شلون الوالد؟ بسلم عليك كثير. بسلم عليك طن جمولي. اهلا وسهلا فيك. تفضل استريح. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. اي يا فاضل. شو بتحب نسألك؟ مثل ما بدك. أنا شايف أحسن شيء إنه ما نسأل شيء منوب، لأنه ما شاء الله باين عليه ذكي وراح يجاوب على كل الأسئلة. بس مشان ما حدا يظن إنه عم نراعيك راح أسألك هالسؤال. في مطرب اسمه فؤاد غازي بتعرفه؟ طبعا بعرفه. في أغنية بيغنيها عن الصبر. مو هي صبر أيوب؟
حلو حلو. عافية عليك صبر أيوب. تقدر تغني لنا إياه؟ ممكن تذكرني بالمطلع؟ صبر أيوب صبر أيوب. صبرت عليك يا المحبوب وعيني مهما شافت منك عيني عيني قلبي ما بيستغنى عنك قلبي. يعطيك العافية. الله يعافيك. مبروك مبروك. سلم لي على الوالد وعلى طنط. بيصل. مع السلامة. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. شو شوف هذا شو سألوك؟ لك ما سألوني شيء. غنيت. شلون؟ غنيت. يلي بعده. ضل. تفضل حبيبي شريف. يلا حبيبي يلا. صباح الخير. صباح الخير. دول. شو اسمك؟ لؤي المنحوس. تفضل عود. ليش واقف؟ ضل. هات لنشوف. احكي لنا شو بتعرف عن يلي الله لا يشعل خير؟ مرض القريب. مرض الجريب. مرض الجريب أو كما يسمى علميا الإنفلونزا مرض فيروسي معدي يسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وهن عام، ألم في البلعوم وسيلان بالأنف، أحيانا سعال. وشلون بيعالجوه؟ بيعالجوه معالجة عرضية. أما إذا كان الصداع شديد بياخد مسكن صداع، إذا في سعال بياخد مضادات السعال. بس ممكن المريض يشرب ليمون، لأنه الليمون فيه فيتامين سي، وفيتامين سي بيساعد على علاج هذا المرض. معلوماتك غير صحيحة. نسيت حب ال500. عفوا أستاذ، تصحيحا لمعلوماتك، حبوب ال500 اللي عم تحكي عنها ما بتفيد بعلاج القريب. بالله شو؟ أستاذ أنا قريان أكثر من مقالة عن هذا الموضوع، وإذا بدك بجيب لك إياهم تقراها. أنا متأكد من معلوماتي وما بحاجة لمقالاتك. وأنا كمان متأكد من معلوماتي. طيب في سؤال تاني. واحد بحب اسم محمد كتير، اجا صبي، حزرك شو سماه؟ والله يا أستاذ هذا متوقف على اسم جده، بخاف أقول لك سماه حمد على اسم جده، تقول لي لا كان اسم جده حمود. مبين عليك مو سهل بنوم يا منحوس. جاوبي على سؤالي طالما عامل لي فهلوي وذكي. تفضل. قديش عدد النساء المتزوجات في الصين؟ إيه هي سهلة. امبارح كنت عم بقرا بمجلة عن هذا الموضوع. بآخر إحصائية عدد النساء المتزوجات بالصين 670 مليون و340 ألف و400 وامرأة. لنفرض انه هذا الرقم صحيح، لكن مو هذا السؤال. السؤال بدك تتذكر لي اسماء ازواجهن. وهي كمان سهلة. اكتب عندك سينغ سانغ سونغ، يان يو يو، سانغ بوم بوم، بوم سانغ لو، لو شانكو، شون كانكي، كاش كومبو، بو كانشي، شي سولو، لو سي بي، بي ناتو، زو بي نو، نو خوبي، بي خوسو، سو شي نو، نو باسو، سينغ سوت سوت، سوت باتشو، مازدا، ميتسوبيشي، مازدا. شو صار معه؟ يطول جوا. وانت شو دخلك فيه؟ اصلا انت دخلت وضمنت النجاح، فشو عم تستنى هون؟ عم بنتظر يلي جوا. وشو بدك منه؟ بدي اعرف يلي ما معه واسطة شو بيسألوه؟ سانغ سينغ سونغ، شانغ شينغ شونغ، دان دينغ دونغ، وا ويع وو. بكفي لهون لكمل لك. كمل. با بو بي، دا دو دي، لا لولي، را روري، سا لولي، شا شولي، ضا ضوضي. واقف عندك غلطت، لانه بكل الصين ما في واحد اسمه ضاضوضي. شو عرفك؟ ها عم بقول لك انا، نحن هون حرف الضاد مرتبط اصلا باللغه العربيه، ومشان هيك سموها لغه الضاد. ايه بس ضا ضوضي صيني من اصل عربي، جده هاجر للصين من 122 سنه و3 اشهر و4 ايام، تزوج هنيك من سانغ سينغ سونغ واستقروا وجابوا اولاد. ليش ما ادري؟ انت عم تتملس علينا ولا؟ اعوذ بالله انا اتمالس عليكم.
لكن شو هذا اللي عم بتقوله هلا؟ انتوا سالتوني سؤال وانا رديت، مثل ما بيقولوا لي كل سؤال لي جواب. قوم قوم اطلع لبرا ورجيني على دكتورك. يلا قوم قوم امشي قوم. إيه بقوم وبطلع وبعرف حالي ماني ناجح، بس بدي لكم شغله صغيره، انه شباب الوطن ومستقبله مو لعبه بين ايديكم، بس مو الحق عليكم، الحق على المدير اللي عيان هيك لجني وهيك شكال. اطلع لبرا. اطلع. هلا ضاضي ضاض تجاوز سي صوت. شو؟ جاح؟ جاح؟ شو؟ شايفك مالك مرتاح. الأسئلة صعبة كتير مو هيك؟ بالعكس ولا اسهل من هيك. لكن ليه زعلان؟ لاني ما عرفت جاوب عليها، الاسئله سهله كتير بس انا ما عرفت جاوب عليها، عقلي ما استحملها. اطلب لي اعضاء لجنه المقابله الشفهيه. عفوا استاذ، ردوا علينا من المديريه قال ما عندهم موظف اسمه رياض الاحمد. هذا بلاء مو مشكله، خلي 3 التانيين يدخلوا لعندي فورا. حاضر استاذ. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل تفضل استريح. شكرا. قديش فرق التوقيت بيننا وبينهم يا هل ترى؟ يعني ساعتين. 6:23 AM. مضبوطة مضبوطة على الدقيقة. طمني، إن شاء الله توفقت بسفرتك. الحمد لله. إن شاء الله دائما بالتوفيق. الله يخليك. ايه استاذ ممدوح، شو صار بمعاملتي؟ ان شاء الله توقعت من المدير العام. مالي عرفان كيف بدي أحكي معك. يعني ما بعرف هالمعاملة ليش هيك معصلجة. يا سيدي أنت سافرت من هون والمدير العام سافر بمهمة من هون، ولساته مسافر؟ اليوم وصل، وبكره ان شاء الله اول معامله رح افوت له اياها مشان يوقع هي معاملتك. انا حكيت كمان مع واحد تقيل كتير يحكي معه بالموضوع. يعني من هون لبكره بتكون المعامله منتهيه؟ وبناكل الحلوان كمان. الو، شو بده مني؟ بعد طيب جاي حالا. عم استنى دقيقة بس. استاذ ممدوح، انت سمعت بالانفلونزا يعني القريب؟ عفوا استاذ، ممكن اعرف ليش حضرتك عم تسألني وانت طبيب يعني؟ لاني عم فكر انشئ وحده صحيه هون بالمديريه، وكثير عم فكر اني كلفك فيها. بالنسبة للانفلونزا اعراضها معروفة: ارتفاع حرارة، وجع راس، سيلان انف، عطس بعيد عنك، الله لا يوجه له الخير، هالقريب. وكيف بيعالجوا؟ خافضات الحرارة، بالمسكنات، بالليمون لأنه في فيتامين سي، بشراب السعلة. الله لا يوجه له الخير. مين هان؟ القريب. وهي حبوب الالتهاب اللي حضرتك سميتها حبوب ال500 مو لازمة؟ ما تجاوب. يعني حضرتكم عرفاني كل شيء دكتور، ليش لا تجاوبك؟ طبعا عرفانين كل شيء، وعرفانين انه تصرفك مع لؤي ما كان سليم. أنا آسف أستاذ. انت لازم تعتذر له مو إلي. أنا؟ ايه انت، وبتروح على بيته وبتعتذر له، ويكون بمعلومك انه الكلام اللي قاله لؤي عن حبوب ال500 صحيح، وانت كنت على خطأ. منكم نستفيد دكتور. الله لا يوجه له الخير، القريب. خير استاذ ممدوح، في شيء طمني. لا ما في شيء، بس عندي كم سؤال بالطب مشان يزيد معلوماتهم. تفضل استاذ سعيد.
انا انت هو حي الله، هي فوت اثنيناتكم بدكم تفوتوا. تفضل استاذ سعيد انت تفضل اذا بتريد تفضل انت اكبر، تفضل. هلا رح تتعازموا انت ويا شرف استاذ سعيد. تفضل فوت، بعدين انا بالحال هلا فوت. يعطيكم العافيه. امروا سيدي. ما يمر عليك ظالم يا استاذ سعيد، بس في حزيره هون عم تلبكني كثير وقالوا لي انك شاطر بالحزازير. انا؟ ايه انت. سيدي شو هي؟ يمكن اقدر احلها. في واحد بيحب اسم حمد كثير. نعم. واجا صبي. نعم. طيب يا حزرك شو سماه؟ سيدي هي قديمه والكل بيعرفها. بس انا ما بعرفها. سيدي بيسميه حامد على اسم جده. طيب وشو عرفك انه اسم جده حامد؟ جايز يكون اسمه حمدون. جايز سيدي جايز. معناتها هي الحزيره ما لها جواب محدد، مو هيك؟ واللي رواها قصده التعجيز وبس. شبك ما ترد. سيدي انا لما سالت السؤال بالمسابقه سالت مشان يقول حمد حمود. استاذ صلاح ما بتعرف ليش المدير العام باعت ورانا؟ في حدا شاكي علينا شيء؟ وليش ليشتكوا عليكم؟ عاملين لكم شيء عمله؟ لا. معناتها ما في سبب للشكوى. سؤال ثاني اذا سمحت استاذ. تفضل. باللجنه كان في معنا شخص رابع واسمه رياض الاحمد، ماني شايفه معنا، ليش ما طلبوا المدير العام؟ مين قلت؟ رياض الاحمد. انت متاكد انه رياض الاحمد كان معكم باللجنه وحضر المقابله؟ طبعا متاكد. عجيب، شلون كان بيقولوا لنا بكتاب من المديريه انه ما عندهم واحد الاسم؟ ما بعرف. شو استاذ سعيد؟ خير؟ شو بده منك المدير العام؟ ما بده شيء، حذرني حزيره. وحذرتها؟ طبعا ولو. شرف استاذ، ما صار غيرك. ايه شرف دخول. شرف. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا استاذ طلال، بدي عنوان لؤي. مين لؤي؟ لؤي المتسابق. أنا متسابق؟ اللي دخل بالمسابقة عنا. إمتى دخل؟ يي ابوس ايدك، بدي عنوان لؤي. ما عندي. شاو شينغ شونغ نام نينغ نونغ سانغ سينغ سونغ طام طينغ طونغ نام نينغ نونغ بان بونغ بينغ بونغ. ايه ليش وقفت ما تكمل؟ انما لا ترجي سيدي، بعدين على هالحالة سيدي بثلاث اشهر ما بخلص. ليش 3 اشهر؟ انا بساعدك. في عندك لسه عانج عينج عونج وغانج غينج غونج وجانج جينج جونج وخانج خانج خونج وطاد. لا طنج هي ما بتصير لانه الضاد بس باللغه العربيه. بس قلتك يعني هلا اذا كان هو جده من اصل عربي وهاجر على الصين وتجوز هي سانغ سينغ سونغ ما بتزبط؟ شو رايك؟ بشو سيدي؟ باللي سمعته. سيدي بكفي، الله يطول عمرك بكفي. سيدي أنا الآن بكامل الانخجال. وزخك العرق ما هيك؟ نعم سيدي زخني. بس لما بتبهدل غيرك وتتمسخر عليه ما بتفرق معك، ما؟ سيدي الله يطول عمرك، التوبة سيدي التوبة، توبة. ونسفة، يلا روح لمكتبك، يلا. حاضر سيدي، السلام عليكم. خير ابو زاهر، شو كان بده منك المدير العام؟ طلع في شكوى ولا لا؟ يا سيدي لا في شكوى ولا حدا بيشتكي علينا. لكن شو القصة؟ القصة انه المدير اللي عنده اخلاقه شوي، حب يتسلى معي. طب وبشو سليتوا؟ سلينا بالاسامي الصينية.
اسامي الصينيه. مثل ما عم اقول لك كل اسامي صينيه. قل لي يا ابو زاهر، نعم. ما بدك عنوان لؤي؟ الله يستر عرضك. اذا قريب عليك العنوان اعطيني اياه، ما بقى فيني اوقفها. تعال عندي يا طلال. على راسي استاذ. روح 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 دبر حالك هلا، بعدين بعطيك اياه. طلال بتعمل لي قرار بإلغاء الفحص الكتابي والمسابقة الشفهية وبإعادتهم بعد بكرة. عفوا استاذ، شلون بدنا نلحق نبلغ المتقدمين للمسابقه؟ تنشر القرار بالصحف اليومية وبتعلقوا منه نسخ بلوحات الإعلانات وبتبعتوا منه نسخة للتلفزيون مشان يبثوها. حاضر استاذ. خير استاذ طلال، عم يجعك شيء؟ لا 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 ابدا، ما في شيء استاذ، ما في شيء. بس مبين كأنه عندك حكي بدك تقوله. عفوا استاذ، الموظف رياض الأحمد التقى. وين التقى؟ ما بعرف. دريت انه حضر المقابله مع اللجنه. ومين بلغوا؟ هن ما خبرونا بالمديرية انه ما عندهم هيك اسم؟ ما بعرف. انا اليوم مخي ما عم يجمع شيء بنوب، ما عم بعرف شو عم يصير هون. عن اذنك. الله لا يوفقك يا وحيد. ليش يا ابو شريف ليش؟ شغلك يا ابو معتز ما بيتطلب اضافي. لك يا سيدي بنخليه يتطلع. شلون؟ بدل ما انجز كل المعاملات اثناء الدوام بصير بمهيص وما بنجز غير نصها، وهيك بيتطلب انه اجي بعد الظهر مشان كمل المعاملات. ما بتعملها. انا بعرفك، ضميرك ما بيسمح لك. لك يا سيدي ما حدا اكلها غير اللي عنده ضمير. الو نعم. احترامي استاذ. حاضر. فورا. مع السلامه. المدير العام وهيك قوم روح لعنده، بيكون عم يستناك على احر من الجمر. ولك انا اللي مطير لي عالي انه شو في بينك وبينه. لك انت لا بتمسح جوغ لحدا، وقت اللي زارنا اول مره لا اهلت ولا سهلت فيه. لك شو القصه؟ اطمن. ابو شريف ما بتغير، وما في شيء بيني وبين المدير العام الا الشغل. الشغل وبس. شو؟ الشغل وبس. الشغل طبعا. القطه بتحب خناقه. بدي اياك تشرح لي الفحص الكتابي لشو، وشو هو نمط الأسئلة اللي لازم يجاوبوا عليها المتقدمين. بالنسبة للفحص الكتابي، أهم شيء لازم يعرفوا يجاوبوا عن مواضيع قانون العمل الموحد، باعتبارهم رح يتعاملوا معه بالمستقبل. بعدين في اختبار باللغة العربية، وفي سؤال بيتعلق بالقومية العربية. هذا كل شيء. طيب والمقابلة الشفهية؟ يعني المقابلة الشفهية تظهر شكل المتقدم، لباقته، سرعة بديهته، ثقافته العامة، طولة باله، وجود عاهات عقلية أو جسدية. ومين بيحط الأسئلة؟ عادة مكتب الموظفين وشؤون العاملين، لكن في الحقيقة اللي عم يحط الأسئلة هو الأستاذ ممدوح. برأيك وين ممكن يحدث تلاعب بهيك مسابقات؟ التلاعب ممكن يحدث وين ما كان. أصلا هاي المسابقة كلها على بعضها شكلية، لأنه القانون هيك بنص. ما بيصير حدا يتوظف معه شهادة إلا بمسابقة، بينما على الواقع المسابقة مثل قلتها. العلامات بتنحط بالواسطة، واحد عنده فلان أو فلان بمرقه، واحد عنده قرايبه بمشيه، فلان ما عنده حدا ما بينجح. إله الله. طب شلون فينا نحن نمنع هالشي يحصل وما ننجح فعلا إلا اللي بيستحق ينجح؟ ما في شيء مستحيل إذا انوجدت النية. أنت بتعرف إنه النية على طول موجودة. هات لشوف، شو اقتراحاتك؟ بتعين لجنة جديدة يكونوا أعضائها أشراف، وتعطيهم الصلاحيات ما يسمعوا كلام حدا ولا يقبلوا واسطة من حدا. بعتقد ما في أحسن منك شخص لهيك مهمة. بس لا تقول لا. أنت بتعتبر نفسك رئيس اللجنة، وشوف لي واحد تاني تثق فيه. والثالث أستاذ؟ ليش ما بيكفوا اثنين؟ هيك الأصول، لأنه رأيين بيغلبوا رأي. في موظف آدمي وسمعته منيحة اسمه عباس جابر. إن شاء الله ما يكون في موظف بهالاسم كمان. شو قلتوا أستاذ؟
لا لا سلامتك. اسمه عباس جابر، رح يكون معكم هو الثالث. يا جماعة حكاني حكي كأنه كان قاعد معنا باللجنة. وأنا سألني نفس السؤال، نفس السؤال اللي سألته للؤي. وأنا كمان. أكيد في حدا وصل له شو صار معنا بالمقابلة. أكيد بلا في يعني مين بده يكون؟ هذا هو ما في غيره. رياض، أنا من أول ما شفته ما ارتحت له. كان قاعد معنا باللجنة لابد مثل الخد. بجوز الحاجب، وبجوز لؤي راح وصل له كل شيء صار معنا. بجوز أخي مين ما كان يكون، المهم المدير العام طلب منا نروح نعتذر من لؤي. بدكم تروحوا انتوا ولا اروح لحالي؟ طبعا بدنا نروح. وانت يا استاذ ممدوح بدك تروح معنا؟ أنا؟ ايه انت. ولا ما طلب منك المدير العام هالشيء باعتبارك معاونه؟ طبعا هو ما طلب مني هالشيء، بس أنا رايح أروح معكم تعاطفا، ومش هذا اعتذر منه، لا، بس أنا حابب إني أدرس دراسة ميدانية مدى تأثير المسابقة على نفسية المتسابق. يلا بإمكانكم تروحوا يا سادتي على مكاتبكم، ونحن ملقانا بعد الظهر إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. الو، اهلين ابو فاضل، اهلا. لا، حتى ولو انعادت المسابقة فاضل رح يضل ناجح. انا رح بعطيه كرد زيت مني يقدمه لرئيس اللجنة، بنجحه فورا طبعا لك. اي ولا يهمك، انا قاعد هون منتظر، رح ضل هون. مع السلامة. رح ضل هون منتظر. ابو معتز، هون تعب معتز. خير، في زيادة رواتب؟ خذ اقرا شو كاتبين عن شركتنا وعن مديرنا العام. لساتهم عم يهاجمونا؟ لا بالعكس، هالمرة ماتحيننا. هات لشوف. اسمع المقطع. وقد تم كل ذلك بفضل المدير العام السيد الدكتور أحمد عبد الحق، الذي ما فتئ حلوة الكلمة، ما فتئ، ما هيك بشريف. الله على الصحفيين شلون بيتفننوا بتنقاية الكلمات. وهو يفتش عن مواطن الفساد في شركته. شركته يعني شركته تبعه يعني. ويقضي عليها واحدا تلو الآخر. نتمنى له التوفيق والنجاح. أكيد الصحفي يا أما قرايبه للمدير العام يا أما بيعرفوه. شو هاد كله صف حكي. ليش كاتب شي غلط؟ كله غلط بغلط. صدقني يا أبو شريف ما رح يطلع مع المدير العام شي. أصلا القديم ما طلع معه شي. بس أنا شايف إنه طلع. شو عمل يعني؟ شال أكرم حط جمال. طز. هلا أكرم مثل جمال؟ جيت معك، جمال أحسن من أكرم، بس حتى جمال شو رح يطلع بإيده يساوي؟ خلاص المرض عشش واستفحل وصار القضاء عليه صعب كتير. بلا جمال بلا أكرم. ولك انتو هيك ما بيعجبكم العجب ولا الصيام برجب. بيجيكم واحد مفلتها بتنتفري شو، بيجيكم واحد بده يصلحها بتقولوا قابضها. ابو معتز اشتغل احسن ما اتفشش فيك. اشتغل. شو بك ابو شريف؟ شو متخانق مع المرة اليوم؟ هدول الصحفيين مو معقول، دائما بيبالغوا يا بالمدح يا بالذم. هذا مو نفسه الصحفي نعيم اللي بهدل الشركة هذيك المرة؟ مزبوط استاذ، بس بالحقيقة هو انسان واقع. يعني كتب عن الخطأ لما كان في خطأ، وكتب عن الصح لما شاف الصح. يعني بيستحق الشكر. طيب استاذ طلال، اطلب لي رئيس تحرير الجريدة. حاضر استاذ. مرحبا عمو. اهلين.
هون الاستاذ لؤي. اخي استاذ، اخي ما بيشتغل استاذ ولا بيروح على المدرسه. المهم الاخ لؤي موجود. شو بدكم منه؟ اذا هون قل له في ناس بدهم يشوفوك. يلا لؤي، في ناس بدهم يشوفوك. شو هذا انتو؟ اهلين وسهلين. ما كفاكم مجلس علي المسابقة جايين تكملوا هون بالبيت؟ عمي الله يرضى عليك، نحن جايين نعتذر، فاذا بتريد اسمح لنا خلينا نفوت لجوا احسن ما هالناس تتجمع علينا يا ابني. تفضلوا. اذا بتريد عمو. تفضلوا استاذ، شرفوا سيدي. تفضلوا تفضلوا. شرف. لا ما بيصير. تفضلوا. يلا. تفضلوا لو. اهلا وسهلا. شوف يا سيد لؤي، بجوز نحن زودناها معك شوي اثناء المقابله، بس نحن كان غرضنا شريف. يعني كان غرضنا نشوف قوة احتمالك وصبرك، لانك ما شاء الله حولك تحمل. واجدب كمان. لا مالك اجدب. لا اجدب يا ابني مالك اجدب. لا مالك اجدب. اجدب. على كل نحن اسفين عن كل شيء سالناك اياه، وجهز لي حالك للمسابقه الحقيقيه. هذيك المسابقه كانت تجربه، بروفا.